أسرار البرنس اللي خطف قلوب الملايين وحصل على أكتر من 40 جايزة. تخيل إن أحمد مظهر اللي بقى واحد من أعظم نجوم السينما المصرية كان في الأصل ضابط في سلاح الفرسان، وده غير إنه حصل على أكتر من 40 جايزة محلية ودولية خلال مشواره الفني. في الحلقة دي هنعرف إزاي تحول من فارس في الجيش لأسطورة على الشاشة وأسرار محدش يعرفها عنه. أنا مريم محمد وده برنامج أسرار مشاهير العرب. أحمد مظهر الفنان اللي خلى التمثيل يبقى فن راقي، ومن أول فيلم ليه الجمهور وقع في حب أداؤه المميز. بس ورا الكاميرا مظهر كان عنده حكايات وأسرار ممكن تخليك تشوفه بنظرة تانية خالص. في الحلقة دي هنتكلم عن مشواره وأهم أفلامه وأغرب حاجة عملها عشان يبقى النجم اللي هو عليه دلوقتي، وكمان الجوائز اللي حصل عليها. أحمد مظهر اتولد في 8 أكتوبر سنة 1917 في القاهرة، ودرس في الكلية الحربية وتخرج منها سنة 1938. انضم لسلاح الفرسان وكان زميل الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات في الجيش. اهتمامه بالفن بدأ بعد ما اتعرف على المخرج زكي طليمات وشارك معاه في مسرحية الوطن سنة 1948. وبعد فترة توقف عن التمثيل، استقال من القوات المسلحة ورشحه صديقه يوسف السباعي اللي دوره في فيلم رد قلبي سنة 1957، واللي كان نقطة انطلاق جديدة في مسيرته الفنية. أحمد مظهر قدم أدوار متنوعة مميزة، ومن أشهر أفلامه الناصر صلاح الدين سنة 1963 جسد فيه دور القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي، واللي حقق نجاح كبير وأصبح من كلاسيكيات السينما المصرية. دعاء الكروان سنة 1959 قدم فيه دور المهندس وشاركته البطولة فاتن حمامة، والفيلم ده يعتبر من أفضل الأفلام في تاريخ السينما المصرية. الأيدي الناعمة سنة 1963 لعب فيه دور الأمير العاطل عن العمل، واللي بيتعلم قيمة العمل بعد ما فقد كل ثروته. أحمد مظهر حصل على أكتر من 40 جايزة محلية ودولية خلال مشواره الفني، ومن أبرزها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1969، واللي منحوا ليه الرئيس جمال عبد الناصر تقديرا لإسهاماته الفنية. جائزة الممثل الأول عن فيلم الزوجة العذراء سنة 1973، واللي أظهر فيه براعته في التمثيل. وكمان جايزة عن دوره في فيلم الليلة الأخيرة سنة 1963، واللي أكد فيه على تنوع أدواره وقدرته التمثيلية. كمان تم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تقديرا لمشواره الفني وإسهاماته في السينما المصرية. أحمد مظهر تزوج مرتين، المرة الأولى من ابنة محمد صلاح الدين باشا وزير الخارجية في حكومة الوفد، ولكنها توفت ولم ينجب منها، والتانية من هداية وأنجب منها 4 أبناء شهاب وإيمان وريهام ونيفين، وكان معروف بحبه لعائلته واهتمامه بيهم. أحمد مظهر كان معروف بأخلاقه العالية واهتمامه بالعمل الخيري، كان بيشارك في حملات توعية ودعم للمحتاجين، وكان دايما بيساعد زملائه الفنانين وبيدعم المواهب الشابة في المجال الفني. وبفضل مسيرته الفنية الناجحة قدر أحمد مظهر إنه يحقق ثروة كويسة، وده من خلال مشاركته في أكتر من 100 عمل فني بين السينما والتلفزيون، ومع ذلك كان معروف بتواضعه وبساطته في الحياة اليومية. أحمد مظهر كان على علاقة قوية بزملائه في الوسط الفني، وخصوصا عمر الشريف ورشدي أباظة، وكان دايما بيدعمهم في كل خطواتهم. وكمان كان ليه علاقة خاصة بفاتن حمامة وقدم معاها أفلام مهمة زي دعاء الكروان. أما بقى عن تعاونه مع المخرجين فكان في كيمياء مميزة بينه وبين يوسف شاهين، وده ظهر بوضوح في فيلم الناصر صلاح الدين. أحمد مظهر فكر في الاعتزال أكتر من مرة، وده بسبب مشاكله مع المنتجين ورفضه تقديم أدوار ما تضيفش لمسيرته، لكنه رجع أكتر من مرة بسبب حب الجمهور ليه وإصرار المخرجين عليه. آخر ظهور ليه كان في فيلم عتبة الستات سنة 1995، وقدم فيه دور مختلف عن أدواره المعتادة، وأثبت إن الموهبة الحقيقية ما بتكبرش. أحمد مظهر رحل عن عالمنا في يوم 8 مايو 2002 بعد صراع مع المرض، وترك وراه إرث فني عظيم من الأفلام والمسلسلات اللي ما زالت عايشة في قلوب الجمهور. أفلامه بقت مرجع لأي فنان بيبدأ مشواره، والكل بيتعلم منها وإزاي يكون فنان حقيقي. وكمان ترك بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية بأدواره المتنوعة وأدائه اللي مش هيتكرر. دي كانت حكاية أحمد مظهر، الراجل اللي خلى التمثيل يبقى فن راقي، اللي أثبت إن الموهبة الحقيقية ما بتحتاجش لأي بهرجة. إيه أكتر فيلم أو مشهد حبيته لأحمد مظهر؟ شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد عن نجوم السينما. أشوفكم الحلقة الجاية.